السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده الحلقه بتاعتنا من المطبخ وعن حاجه مهمه جدا ما بيستغناش عنها اي مطبخ، وهي البلاستيك فيلم او الاسترتش رول. البلاستيك فيلم يعتبر في المطبخ زي الكنز بالظبط، بيحافظ لي على حاجات كتيرة جدا. ما بقدرش استغنى عنه في التغليف. بغلف بيه الأكل علشان بيحافظ على صلاحية الأكل مدة أطول، ولكن بتواجهني مشكلة لما باجي أغلف إن هو العبوة بتاعته زي ما انتوا شايفين. الرول بتاعه تقيل قوي، يعني بيبقى محتاج حد بيقف يساعدني علشان ابتدي اغلف الحاجة. وفي شركة حلت الموضوع دوت وعملت لنا الجهاز الجميل ده اللي قدامنا اللي احنا شايفينه اهو. طبعا موجود عند في المحلات الأجهزة اللي هي عاملة زي الحديد دي، بيبقى شكلها سيء جدا في المطبخ، ما ينفعش ان هي تتحط. انما انا عجبني النموذج ده بتاع الشركة دي، وهو زي ما انتوا شايفين كده هو حاجة عملية قوي. وهنحاول دلوقتي ان احنا نفكه قدامكم واوريكم ايه مميزاتها، ويلا بينا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو في كده زي باغة هنا تحت اهو، انا بحاول ان انا اطلعها اهي اهي. وهبص كده هلاقي ان الرول اهو، هدير الدايرة دي اللي في الجنب اهي كده علشان ابتدي اطلع منها الرول، والناحية التانية برضو نفس الموضوع اهو. لو هتلاحظوا ان هو كده خلاص الرول بقى اقدر اطلعه اهو. اهي طلعت معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين اهو. وهفك من هنا وافكها من الناحية التانية اهي. هي عبارة عن الثلاث قطع دول بيكملوا في بعضيهم. وهجيب الرول التاني، اشيل بس ده وهجيب الرول التاني وهدخل دي جواه، ادخل برضو الناحية دي وادخل الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين اهو الرول انا ركبته ورجعته تاني مكانه، وبقفل طبعا من الناحيتين تاني على الرول اهو كده، من الناحية دي اهي ومن الناحية التانية. وبرجع الباغة بتاعتها زي ما هي. ولما بعوز بقى اسحب بسحب كده زي ما انتوا شايفين اهو. ودي بيبقى الاكل بطلعه كده بحطه على الترابيزه اللي فوق دي هنا، وبعمل كده. وهنا دي عندي في سكينه اعمل كده بتروح مقطوعه اهي زي ما انتوا شايفين كده بكل سهوله. ومش بحتاج خالص ان انا يبقى قدامي حد تاني علشان يتناول مني الحاجة اللي انا بغلفها. بصراحة يعني منتج جميل قوي، عجبني ويستاهل ان هو ادفع فيه فلوس. ودي كانت حلقتنا بتاعت النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.